مساء لابتسامتي لكل من سيشاهدنا الآن. بجواري إنسان جميل، إنسان سعى صيته في الساحة الدولية والعالمية. الكل يحبه، الكل يعشقه، والكل يتحدث عنه. إنه أحمد شوقي. خويا أحمد، ان تري غون بليزير شوفنا هذا النهار في فاس. الله يحفظك وشكرا على حسن الاستقبال والتعامل ديالكم. فواسا غزلان تبارك الله ما شاء الله عليكم. ميرسي أحمد. أحمد، المغاربة كلهم متبعين المشكل اللي وقع لسعد المجرد. كنا قلبنا معاه. الفنانين قليل اللي عطاو دي ديكلاراسيون على ود سعد المجرد، واش كلهم كيتهربوا ولا كلهم ما قدوش يقولوا. انا ابيت بينا نتلاقى بحمد شوقي وناخذوا من عنده ديكلاراسيون. الا قلنا لك صديقك والفنان المغربي سعد المجرد، شنو تقدر تقولنا عليه؟ في الحقيقة من المحزن جدا هادشي هذا اللي وقع له، ان كل واحد فينا كيتخيل راسو في بلاصتو في هذه المحنة هذه. فانا كنتضامن مع الاخ ديالي والصديق ديالي، وكنتمنى ربي يفرج عليه في اقرب وقت. كنتمنى ما تكثرش بزاف ديال الاقاويل وبزاف ديال الاتهامات مع الناس اللي ما عارفينش كاع الموضوع. كنتمنى يا ربي يطلق سراحه في اقرب وقت ويرجع للجمهور ديالو، عند شعبه وعند بلاده اللي كنحماقوا عليه. كنتمنى يا ربي انها ما تكونش نهائيا داكشي اللي وقع، تكون ملفق داكشي وتكون تهمه يا ربي الحمد. احمد شوقي، كل كيعرف بانك على علاقه جد طيبه مع رضوان، وشيء جميل اللي درتيه مع رضوان في الكارير ديالك كلها. رضوان انسان اللي كان بجوار احمد شوقي، ولكن كل الصحافه المغربيه كلها كتقول اقوال بان احمد شوقي وقع له مشكل مع رضوان. شنو حقيقه ما وقع ما بينك وبين رضوان؟ انا كنعرف بانك لازلت على علاقه طيبه معه. هذا يعني كتبقى قرار شخصي، تقدر تحدثنا عليه؟ الرضوان بالنسبه لي واحد الاخ كبير، هو الانسان اللي مد لي يد المساعده في ساعه اللي ما كان كاين والو. هو اللي صراحه الله كان دائما هو الاخ الاكبر سواء في الموسيقى ولا في الحياه، وساهم بزاف ان في النضج احمد شوقي الفني. فاكيد ديما على علاقه طيبه، والله يخليه لنا دائما ويخليه لبلاده. فما كنظن بان اي حاجه غتكون في المستقبل فكتبقى راهينه بواحد الاتفاق بيناتنا، يا بقينا مع بعضياتنا يا ما كناش مع بعضياتنا. فهادشي غيبقى دائما المحبه دائما بالنسبه مني ليه، واكيد منه ليا، لانه شاركنا بزاف الحاجات والنجاحات وتشاركنا بزاف دي مومون في الحياه ديالنا زوينين. فاكيد غنبقى دائما كنحترمو وغيبقى دائما كيعاونينا اكيد. احمد شوقي، هذا يمكن غادي يكون واحد لو بيتي سكوب عطاه لنا احمد شوقي. احمد شوقي بروشينمون غادي يلونسي واحد لا شونسون بستيل جديد، كما كنلاحظوا دائما الجديد عند احمد شوقي. بغينا نعرفوا اون اكسكلوزيفيتي معايا تعطينا الجديد ديال الاغنيه ديالك. الجديد الاغنيه ديالي واحد الاغنيه زوينه برك عرفتها. لا ستيل جديد، كنحاول ما امكن ان يكون الساوند ديالها انترناشونال بحال دائما، ولكن هذه غتكون شويه سبيسيال. فيها كلام مغربي 100% وشويه كلام عربي. فحاولنا ما امكن نمزجوا بزاف الخلطات الموسيقيه اللي كاينه في العالم مغاربيا وتا عربيا، واستفدنا من الباكاج اللي عندنا كمغاربه، لان حنا تبارك الله عندنا اذن كبيره وكنسمعوا العالم كامل. فحاولنا ان نضيفوا هادشي هذا كامل باش نوصلوا واحد الاغنيه تكون عاود نيكست ليفل، لان كل مره كنحاولوا ما امكن ان نتحداو راسنا فان ننزلوا اغنيه تعجب الناس ونكونوا سباقين في السيل ديالها. احمد شوقي، كلمه اخيره الناس اللي كيبغيوك كيحماقوا عليك كما ديما، وانا منهم، انا سبقت كذا. الله يكبر بك يا سيدي خالد. شكرا لكم وشكرا على السبورت دائما، والله يخليكم دائما فرحانين، وكنتمنى الموسيقى دائما ديالي تفرحكم، والله يطلق الصراح ديال سعد مجرد، لان والله لا قلبنا معه بزاف. شكرا. حب تسونامي ضرب لي قلبي.